عبد الرزاق حمد الله وفيصل فجر يتصدران التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. تصدر الدوليان المغربيان عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة وفيصل فجر لاعب الوحدة التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. وحصل حمد الله وفجر على أعلى تقييم في التشكيلة بمعدل 100، إضافة إلى كريستيانو رونالدو لاعب النصر وسالم الدوسري لاعب الهلال. وبصم لاعبا المنتخب المغربي على مردود جيد في الجولة الثالثة، حيث استطاع فجر تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة في المباراة التي فاز فيها فريقه الوحدة على الطائي ب3 أهداف مقابل 0. وكما ساهم حمد الله في فوز الاتحاد على الخليج بتسجيله لهدفين في المباراة التي انتهت بفوز حامل اللقب ب4 أهداف مقابل 0، ليتصدر بذلك سبورة هدافي دوري روشن السعودي ب4 أهداف. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.